تعالوا بقى النهارده اوريكم ازاي احنا هنفرزل الكرنب من غير ما يبقى مجلد معانا في السوا ويقعد من السنه للسنه وكانك لسه جايباه طازه دلوقتي. يلا بقى معانا اهو كرنبايه. بصوا بقى حلوه ازاي. بصراحه بصوا انا مش عارفه سعرها لان ماما هي اللي جايباها، فانا قلت ايه انا اللي هوريكم بقى الطريقه النهارده ويا رب تعجبكم. يلا بقى تعالوا معانا نقطع الكرنبايه. بصوا اول حاجه هنعملها كده من هنا كده، هتلاقيها بصوا فتحت كده معانا، بصوا اهي. وبعد كده بكل سهولة هنعمل كده، نقول بسم الله الأول ونصلي على النبي. طبعا بصوا طبعا طلعت اهي. وهنعمل دي أنا كنت فاتحة ديت، وهنعمل كده نقول بسم الله. بصوا لو معصلجة معانا شوية ممكن احنا نمسك الورق كده بإيدينا ونعمل كده، هتلاقيها طلعت معاكي طبعا بكل سهولة اهي اهي. بقى نسيت حاجه اوريها لكم، احنا ازاي عشان نعرف مثلا نطلع الورقه ديت، يعني مثلا نطلع الورقه اللي على الوش دي من غير اللي تحت ديت. فهنشوف كده من ورا اهي اللي فوق اهي، وبعد كده نعمل كده نقول بسم الله، نعمل كده اهي طلعت بكل سهوله. ونكمل الباقي اهي لحد اخر واحده. بصوا زي ما قلت لكم بشوف الاول انهي ورقه اللي تحت اللي على الوش عشان خاطر الورقه ما يتقطعش معايا، هي الورقه دي. وبقوم عامله كده او عامله كده وبكمل. بصوا بقى الورق بيطلع معايا بكل سهوله ازاي من غير ما يتقطع ويكون سليم. ونكمل بقى لحد الاخر ونشوف هنعمل ايه تاني. بعد بقى ما قطعنا الكرنبايه كلها بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها، بصوا بقى انا ما رضيتش طبعا، انا كان ممكن طبعا ان انا اقطع دي كمان، بس انا ما رضيتش اقطعها ليه؟ علشان خاطر اوريكم لو انتم معرفتوش تقطعوها ازاي تسلقوها. طبعا انا قورتها كده من النص وطلعت القلب بتاعها عشان خاطر وانا بسلقها تطلع معايا ورقه بورقه، ما تعصلكش معايا وما تتقطعش معايا، فما رضيتش اقطعها قلت اوريها لكم. معانا بقى هنا حله فيها ميه. المكونات بقى اللي هحطها في الميه ايه؟ كمون وسكر. الكمون طبعا عشان خاطر الانتفاخات والقولون طبعا بتاع الكرنب، طبعا اتوصوا بالكمون قوي. والسكر طبعا عشان خاطر ايه؟ يخلي لي الكرنب مقرمش كده زي ما بقول لكم انا لما بنفرزله كاننا لسه بنبقى جايبينه طازه بالظبط. هنحط بقى دول، مش هنحط حاجه تانية اكتر من كده، ونسيب الميه تسخن قوي 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 قوي. واقول لكم بقى هنعمل ايه تاني. انا قلت لكم في اول الفيديو احنا بعمل الكرنب من غير ما يجلد، قولوا لي ليه بقى. هقول لكم انا بقى ليه. احنا مش بنحط ملح في قلب الميه عشان الملح هو اللي بيخلي الكرنب يجلد. تمام. انا قلت لكم بقى على كل المعلومات، هسيب الميه تسخن قوي 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 واقول لكم بقى احنا بنسلق الكرنب ازاي. بصوا بقى الميه هي غليت، هنحط بقى ايه؟ الكعبوره دي. بعد طبعا ايه ما قورناها وطلعنا منها الوزه الجميله دي، نفضل بقى ننزل فيها. انا نسيت بقى اقول لكم على حاجه، انا بحط ملح لو انا هعمل الكرنب في ساعتها ماشي، لكن طالما انا هفرزله ما بحطش ملح، بحط سكر وكمون. وانتوا عارفين غير ان السكر هيقرمشها لي كمان، هو ماده حافظه ليها ماشي. عايزه اقول لكم على حاجه، انا ما بغسلش الكرنب لما باجي اسلقه، بكتفي بالميه المغليه، هي كده كده بتنضفهولي. دي الحاجه التانية. دي الحاجة الأولى معلش. الحاجة التانية أنا ما بخليش الكرنب كتير في المية، يعني اللي هو يدوبك يدبل واطلعه على طول. بصوا بقى معايا انا حطيت اهي، بصوا بقى الكرنبايه دبلت ازاي ما شاء الله. هنحطها بقى هنا في الصينيه، معايا صينيه جنبي زي ما قلت لكم انا ما بغسلهاش. وبصوا بقى بطلعها واحده واحده ازاي، بصوا بتطلع معايا سلسه قوي. فواحده واحده كده اطلعها واخليها تدبل، ما سوهاش قوي عشان خاطر ما يتهريش مني ماشي. عشان خدوا بالكم ان كده كده كمان هو بيفضل في الفريزر، فعشان خاطر ما يتهريش مني يا دوبك اهي دبلت معايا. بصوا بقى بتطلع واحده واحده ازاي اهي من غير ما اعمل اي مجهود. واحطها على طول في الصينيه ما بشطفهاش، انا بقول لكم اكتفيت بالميه السخنه، ان كده كده اصلا الميه السخنه بتطهر اي حاجه، فلو فيها اي حاجه هتطهرها لي. اكتفيت بيها ومش بشطفها خالص، يا دوبك بهويها وخلاص على كده. وطبعا هقطعها بقى معاكم واوريكم بقى احنا بنقطعها ازاي. هكمل بقى بقيه الكرنبايه. وعايزه اقول لكم على حاجه، اللي عايز بقى يجيب كميه طبعا براحته خالص، انا بس ايه بجيب حاجه على قدنا، اللي هو ايه انا بوريكم بس الطريقه. تمام. وكل واحد يجيب على قده.
شايفين السلاسه اتفكت ازاي بسرعه. نكمل بقى الباقي وبعد كده اوريكم بنقطعها ازاي. بصوا كده بقى بعد ما خلاص سلقنا الكرنب، بصوا بقى احنا بنشيل العروق دي واحنا بنيجي نقطعه. اه ماشي، ماما بقى هتساعدنا، قولوا لها بقى تسلم ايديكم في الكومنتات. بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم ان ده مش حاجه وحشه. اه ده لون. ده البنفسج بتاع ما الكرنب، شاء الله، جميل بصوا جميل. سبحان الله، اصلا بصوا لونه عامل ازاي. محدش يرميها يعني. اه شوف بقى، انت لو عايزينه صغير كده برضو يبقى الصابع صغننه تلفه كده بيبقى عسل كده، شايفين الصباع؟ طبعا. احنا بنحبه صغير برضو. الحته بقى اللي زي دي كده تسيبوهاش كده، تقطعوها برضو فوق كده ماشي. عشان يبقى يتلف كده شكله جميل. اه سهل خالص الكرنب. وبعد طبعا بقى ما بنلفه بنجيب اطباق وبنرصه فيها، لا اما بنحطه في اكياس عادي وبنحطه بقى في الفريزر وخلاص بس كده. شفتوا بقى، شفتوا طريقه بقى اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده يعني. بصوا والله فعلا بجد ما خدش ثواني في تسوية ولا في سلق ولا في اي حاجة. جميل جميل جميل. يلا هاتوا وشيلوا في الفريزر. الشتا بقى دون عشان تلاقوا حاجه كده في الصيف كده، الواحد بيبقى نفسه في كرنبايه بلدي ما بيلاقيش. اه فانتوا اه صح، انا نسيت اقول لكم ان فعلا ده كرنب بلدي. ماما جايباه بكام بقى؟ ده اه والله الكرنب كله جاي ب 10 جنيه. خدت الاتنين صغيرين ب 15 جنيه. ماشي. بصوا بقى احنا اوريكم بقى الطريقه وانتوا بقى هاتوا الكميه اللي انتوا عايزينها. ويا رب يكون بقى الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ولو انتوا ما متنسوناش في اللايك والشير. تنسوناش في اللايك والشير، ولو انتوا اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. باي باي، احنا هنخلص بقى الكميه دي كلها. باي.